السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا ايه ودي قناتي. النهارده هنعمل كب كيك بطريقه سهله وسريعه. وقبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. وتعالى نشوف مع بعض المقادير. عندنا اول حاجه بيضتين عليهم معلقه فانيليا وكوبايه سكر. هفضل اقلبهم كده كويس، السكر يكون ناعم. وعندنا نص كوبايه زيت، حطهم كده بالتدريج، ونص كوبايه لبن، واقلبهم شويه كده. احط المواد الجافه كلها مرة واحدة يعني. عندنا كوبايتين وربع دقيق منخولين، عليهم معلقتين بيكنج باودر ورشة ملح. احطهم على 3 مرات بالتدريج كده، وكل مرة هقلب بالراحة علشان الفراغات اللي هي اتكونت في الاول والهواء ده ما يروحش، لانه طبعا بيخلي الكيكة هشة. احط بالتدريج واقلب بالراحة. هبدأ بقى اصبهم في كده في قوالب الكب كيك، مش هعمليه على الاخر. احطهم بقى في الفرن على درجة حرارة واطية مش عالية لمدة من 15 ل20 دقيقة. وبس كده يعني، متاخدش وقت خالص يعني. وطبعا اختبرها ان انا احط خلة واطلع. لا هنضيف. هنعمل بقى كريم شانتيه. انا استخدمت كيس كريم شانتيه من دريم، وزودت عليهم معلقتين كريمة برضو كريم شانتيه، وعليهم معلقتين سكر ومعلقة كبيرة لبن بودرة. وحطيت مية متلجة. انا حطيت مكعبات تلج. لا، ما تحطيش مكعبات تلج، لان الكريمه بعد ما تكون جاهزه خلاص هتبقى بمكعبات تلج فهتسيح فهتبوظ الكريمه. فلا، احطوا ميه متلجه بس ما تحطوش تلج. وهبدا بقى ان انا ازين الكب كيك باي حاجه انتوا عاوزينها فوق كريم شانتيه. انا زينتها بصوص كريم كراميل كنت عاملاه. وبس كده كده وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. واستنونا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.